انا بعالج الطفله دي في 57 3 57 من 2018. ما دخلتش بواسطه، ان هنا ممنوع الواسطه. بتستنى، بتاخد دورك على قيمه الانتظار. شغله الفلاح عامل باليوميه. يعني لو اشتغلت مليون سنه مش هقدر اديب لها جرعه كيماوي. جرعه واحده كيماوي ما اقدرش ان انا ادفع ثمنها. علاج ماديا من غير اي مقابل. ادي لك يعتبر داخل في 5 سنوات ما دفعتش اي فلوس من جيبي ولا اي مقابل. العلاج هنا ماديا، والعلاج هنا مكلف. يعني طفله من الاطفال تصرف 6 مليون جنيه على حساب المستشفى. شاف كم طفل داخل المستشفى. المستشفى دي تستحق التبرع فعلا. اقسم بالله علي العظيم تستحق التبرع. العلاج هنا مكلف، فانا بطلب من الناس وبطلب من الشعب كله ان هو يتبرع. لو هتتبرع بجنيه، الجنيه ده هيفرق كتير داخل المستشفى هنا، وهينقذ الاطفال اللي مولوده بالسرطان. ده احنا 100 مليون مصري، لو كل واحد اتبرع بجنيه كل يوم هنلم 100 مليون جنيه. لا، في الحمد لله دي كانت مولوده بكانسر في النخاع الشوكي، سرطان الخبيث، كانت مولوده بيه مخلوقه بيه، وجبناها هنا وتعالجت من غير اي فلوس ومن غير اي مقابل، والحمد لله خفت. انا دايما متابع هنا، بقى لها 5 سنين ودايما متابع هنا من 2018 واحنا داخلين على 2023. وزي ما انتم شايفين اهو بيجي زي العسل.